اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة من برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. ضيفنا أستاذنا معلمنا هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بوزري، فأهلا وسهلا بكم وبه. شيخنا سعيد، مرحبا بك. مرحبا بك أحمد. الله يبارك فيك، الله يهنيك. تصيبنا المشاكل والعراقيل والعقابيل في حياتنا فنسأل الله العفو والعافية. يأتينا في الحياة ما يصدمنا فنسأل الله العفو والعافية. نسمع من الأخبار ما يخيفنا فنسأل الله العفو والعافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والترمذي عن العباس رضي الله عنه. شيخنا السعيد، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بداية نسأل الله العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. آمين. نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فكل ما نطق به فهو وحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مثل هذه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدعوات المباركات معالم في طريق النجاة. هذه الدعوات تزرع الأمل في قلوب الناس. هذه الدعوات تداوي الجراحات، تداوي النكبات، تزرع الطاقات في قلوب الناس. هذه الطاقات التي تدفعهم باستمرار إلى الحياة في أمن وأمان وفي عافية، فيبذلون كل ما يستطيعون من أجل الاستمرار في الحياة، عبادة، طاعة، عطاء بلا انقطاع. نبينا صلى الله عليه وسلم إضافة إلى هذا الحديث الصحيح الذي ذكرتموه أخي أحمد، يعلمنا أدعية مأثورة صباح مساء فيما يعرف بدعاء الصباح والمساء أو أذكار الصباح والمساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية. هذا دعاء آخر: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. سأل الله العافية، يعني أحاديث كثيرة تدور حول هذين المعنيين، العفو والعافية. فأتحدث بكل اختصار عن الأمرين. فأقول بالنسبة للعفو، نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نسأل الله عز وجل باستمرار العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، في رواية فاعف عنا، مصداقا لقوله تعالى في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد تواترت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد حرصه على التوبة باستمرار. ثم يقول لسائر الناس: كل ابن آدم خطاء، يعني كثير الخطأ، وخير الخطائين التوابون. حديث آخر رواه الإمام مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إلى آخره. معناه 24 على 24 ساعة باب الرحمة مفتوح. أخي أحمد، نقرأ أيضا حديث قدسي جليل: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد.
إلى أن يقول أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. ولكن في الأخير رب سبحانه يزرع ذلك الأمل، إن تابوا إلي فأنا يعني أتوب عنهم، وهكذا. وإن يعني هذا الحديث الطويل حديث قدسي جليل ربحا للزمن فلا أقرأه جميعا، حتى أن يقول أهل ذكري أهل مجالستي، أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل مغفرتي أهل عفوي، إلى آخره. ابن القيم رحمه الله حينما جمع هذه الآيات وهذه الأحاديث خرج بواحد النتيجة في غاية الروعة. يقول إن هذه الآيات والأحاديث لا تشجع على المعصية ولكنها تيسر التوبة والعفو. جميل. كلام جميل حقيقة. الذي يقرأ هذه النصوص قد يفهم أن هذه النصوص تدفع الناس إلى ارتكاب المعاصي، صحيح، مادام كل شيء ميسر. ولكن في الحقيقة هذه النصوص الشرعية قرآنا وسنة لا تشجع على المعصية ولكنها تيسر التوبة. وفيك البركة. إذا كان الإنسان الذي يعني ارتكب كثير من المعاصي الصغائر والكبائر، فلو خاطبناه بغير هذا الخطاب لزرعنا في قلبه اليأس، وإذا يئس فلن يستقيم. صحيح. وقد قال أحد الحكماء اليأس يقتل الفضائل في النفوس، أليس كذلك؟ صحيح. إذا نسأل الله العفو باستمرار في الدنيا وفي الآخرة. فإذا كان الإنسان يعني ووعد الله يتحقق، يعني قد يعد الإنسان إنسانا ويخلف، صحيح، إما ينساه أو هناك عقبة أو عجز أو شيء من هذا القبيل، ولكن وعود الله تتحقق مصداقا لقوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد. الجزء الثاني أخي أحمد باختصار العافية. ذكرتم في مقدمة اللقاء قد تنزل مصيبة على الناس، ونحن ماذا نقول؟ نرى إنسان مبتلى نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. صحيح. هذه المصائب وهذه النكبات تنزل على الناس باستمرار، نعم. ولكن نحن نسأل الله باستمرار العافية. الإمام الشافعي من روائعه يقول دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء، إلى أن يقول ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. إذن نسأل الله العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. فإذا كنا نتمتع بالعافية في الدنيا، العافية هي التي تزرع الأمل في قلب الإنسان، تدفعه إلى العمل، إلى الإنتاج، إلى الإبداع، إلى العطاء. ولكن إذا كان الإنسان مهموما مغبونا نزلت عليه المصائب قد تتعطل الطاقات التي يحملها، الطاقات الكامنة فيه. فإذا كنا نتمتع بالعافية في الدنيا فسعادتنا أكبر وأدوم وأبقى وأكمل في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ سيدنا الدكتور سعيد بوزري وأحسن الله إليك. هل لا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. تفضلوا، أهلا بكم وبأسئلتكم. هذه صالح أرقامنا للتواصل يوميا على الخامسة بدءا من 6 حتى 7. نحن في خدمتكم نتعلم من خلال الإجابة عن أسئلتكم. نذكركم فقط أن فضاء الجمعة لا زال وفيا لأسئلتكم المرسلة إلينا عبر البريد الإلكتروني، والمرسل أيضا عبر البريد العادي 21 شارع الشهداء الجزائر العاصمة. طيب، نبدأ على بركة الله استقبال المكالمات الهاتفية لما بعد على بركة الله. سيدة أم موسى من فرنسا. سيدة أم موسى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. واش راكم لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الو مرحبا سيدة أم موسى نسمعك. نوجه سؤالي باسكو مانيش نسمع مليح. مرحبا تفضلي. وبارك الله فيكم. تفضلي سيدة. سؤالي الاول، عندي ماني ما عندهاش بزاف من اللي ماتت، عندها واحد العام وقبل ما تموت عندها 4 بنات وعندها ان ابارتمون. قبل ما تموت وصاتهم قالت لهم كي نموت هاد لابارتمون تقعد ليكم ما تتباع ما تشرى. ودركا راه صار عليها مشاكل ونظر في هذا الامر، يعني الوصيه سورتو يا العجايه تاع بكري كانت تقول لنا دعوه الشر ولا بعتوها. السؤال الثاني عندي واحد سيدة أم موسى مات الله يرحمه. سيدة أم موسى يموت كان خدام بكري هنا في فرنسا كوم شوفير. سيدة أم موسى واحد النهار وهو يسوق جات طوموبيل، هو عنده كاميون كبير دخلت فيه ومول الطوموبيل هذا قاوري الله يرحمه مات. كي مات درك الاهل وهو ثاني مات الله يرحمه عم يقولوا اسكو يعتبر قتل غير عمدي. رانا حابين نعرفوا اسكو لازم نخرجوا عليه الدية ولا له دخل في هذا الموت الله يرحمه. السؤال الثالث هو القصاص، هل معناه هو الثأر؟ وإن كان كذلك يعني أن الإسلام شرع لنا الثأر، يعني ما حكم ذلك؟ وشكرا يعطيكم الصحة. بارك الله. سيدة أم موسى طيب ما سمعتناش مليح. طيب خلي احتمال لا بأس بذلك. الأخت فاطمة من فرنسا. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يخليكم إن شاء الله. مرحبا سيدة فاطمة. واليوم راني يعني سعيدة، يعني سعيدة لأني عندي حوالي عام ونحاول نتصل بكم وللأسف الشديد ما كانش. الله أكبر. واليوم الحمد لله. مرحبا سيدة. نطرح سؤال. حطي 10 مدام عام. في الليل وكي نجي الصباح ندير الخامسة إذاعة القرآن ونشرب، كي نجي نشرب القهوة وساعات نطيح جيست مع تلاوة القرآن. اسكو حرام عليا كي نكمل نشرب قهوتي ولا لا؟ ايوه هذه وحده. وبرك باش نشكر كامل الإذاعة ونشكر كامل الناس اللي خدموا فيها، ونقول يعني فريمون تقدمونا في واحد المواضيع ما شاء الله، ويبارك فيكم ان شاء الله، وان شاء الله يخلي سعيد زويري ان شاء الله، الاستاذ سعيد زويري ان شاء الله يطول في عمرك ان شاء الله، كتب ربي يفتح لك الباب ان شاء الله حتى تعود ان شاء الله في 120 سنه حتى يا ربي. ونشكر الاستاذ تواتي واستاذ نسيت اسماواتهم لاني راني تخربطت مع البريد راني راح نقول. خذي راحتك اخت فاطمه. الله وان شاء الله ربي يخلي لكم لينا هذه اللي نقولها، ان شاء الله ربي يخليكم لينا ان شاء الله. شكرا سيده فاطمه، مرحبا بك. شكرا والله يعيشكم ان شاء الله. الله يبارك فيك سيده فاطمه، ربي يوفقك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. البليده الاخت كريمه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قولي خويا الله يرضى عليك، عندي 2 أسئلة. تفضلي سيده كريمه. شوف يما عندها واحد 3 شهور من اللي ماتت. ايوه ربي يرحمها. قبل ما تموت كان عندها تشيكوف هكذا، قالت لنا دعوة الشر اللي نفسو حتى كي نموت. إن سيمانة بخير هكا، سمانة من بعد حليناه صبنا فيه 16 مليون. قسمناه بالعدل، حنا 3 ولاد و6 بنات، دينا 700,000 على الواحد. ومن بعد دوكا بابا الله يرحمه كانت عنده طابلة تاع الخضره مع بابا، وبعد ما ردتها باسمها ودوك هاد الطابله كل شهر عندنا 900,000 في الشهر، اسكو ندوهم كيف كي الولاد كي البنات. ايوه واضح سيده كريمه. واضح سؤالي؟ واضح سيده كريمه. ربي يحفظكم. تعيش جاوبني، راني محتار صح. كل شهر انا ندوهم بسم على بناش الا لازم، باسكو الطابله باسمي ما نعاود لكم. واضح طابله باسمي. ما يعطيكم الصحه، الله يرضى عليكم. بارك الله فيك سيده كريمه، الله يوفقك. صحيح تعيشوا. الله يبارك. مراد. الو من تلمسان. السلام عليكم. الو. وعليكم السلام. وعليكم السلام عليكم. وعليكم السلام سي مراد، مرحبا. الله يسلمك. تفضل سي مراد. الشيخ عندي واحد السؤال. ايوه حبيت نسق فيكم برك. انا واحد السيد كيصلي لنا الصلاه كيما هكا. ايوه قلت له الله يقبل. ايوه قال لي الله يقبل هذه، قال لي بدعه.
الله يقبل بدعة. أيوة. قال لي وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا حبيت نفهم أسكو هذه الله يقبل أسكو بدعة واش هي البدعة وأسكو هذاك الحديث هذاك أسكو حديث تاع كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا واش هو ما عرفناش. بارك الله فيك مراد. شكرا أستاذ الكريم. الله يبارك فيك، ربي يوفقك لما فيه الخير. إلى أين من تلمسان مراد؟ مراد لا زال معنا؟ مراد معنا. طيب هلا سالوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. أهلا بكم يوميا على هذا الفضاء من 6 حتى 7. شيخنا نبدأ من أم موسى من فرنسا حول الوفاة جدتها التي ماتت قبل الوفاة تاركة 4 بنات وبيت لا يباع ولا يشترى ودعوة الشر على من وهو لبناتها، كيف ما حكم هذا الفعل؟ نعم. الأخت أم موسى من فرنسا نفرق بين جملة من التصرفات والإجراءات. أولا إذا كان خلتها وصية تيستامون، وصية اسمها تيستامون، تقول باللي يا بناتي أنا بعد وفاتي هذيك السكنة ما تتباع ما كذا ما كذا. هذه الوصية بعد وفاة الموصية، يعني بعد وفاة الوالدة، أنتم تجتمعوا إلى حبيتوا تقسموها ميراث، عندكم الحق شرعا يجوز، وما عندكم حتى إثم ولا دعوة الشر. الله فيك البركة. اللي أخي أحمد أحيانا يعني بهذا، وهذه من جهة حاجة مليحة، سيتان سيني دو في، علامة حياة، أنه الناس يقول كلمات لازم نحافظوا على الوصية نتاعو كذا، ولكن لا وصايا الأموات تغربل، نفوتوها في الغربال نتاع الشرع. الله فيك وفيك البركة. إذا كان الشريعة قبلتها ننفذوها، إذا ما قبلتوهاش ما ننفذوهاش. يعني مؤخرا جاني واحد السؤال يقول لك بابا وصاني قال لي كي نموت عمكم ما يحضرش الجنازة. بعد وفاة هذا الأب وجاء العم يشوف، يعني يجي يشوف خوه هو ميت، قالوا لا بابا وصانا. هذه الوصية باطلة، ما يلزمش هذيك المشاكل نتاع الدنيا هذيك نخليوها هي الميزان، ليست ميزان إطلاقا. لذلك يا الأخت أم موسى نقول لك يا أختي الكريمة، هذه الوصية ترجع لكم. إذا حبيتوا تقسموها ميراث هذا حقكم، حتى لو كان واحدة منكم، هما راهم في 4 بنات فرضا، 3 قابلين يقولوا ما نبيعها ما نشري، تبقى كما هي. واحدة تقول لا ناخذ حقي، تاخذ حقها، إما تاخذ واش صح لها في المسكن هذاك في لابارتمون شومبرا، ولا واش صح لها على حسب بيان سور الفريضة وكذا، وإلا تتباع وتاخذ حقها، وإلا هما يديو المسكن ويعطيو لها حقها بدراهم. هذا اسمها في الشريعة اسمه التخارج في علم الفرائض. التخارج يعني إذا مسفاغن مسفاغن. فبالتالي إذا الوصية قد تؤكد تثبت، يعني تكونفيرميوها انتوما، ولا ترفض ترد. عندكم الحق هك ولكن بغير إجبار. يعني ما يجمش يكون الشونطاج بيناتهم. تجي مثلا واحدة من الأخوات هذون البنات هذون تقول لهم لازم تطبقوا وصية يمانا وإلا دعوة الشر. ما كان دعوة الشر ولا شيء. دعوة الشر هذه لو كان يكون يعني يكون ظلم صحيح. الوالدين يعني عصر روحنا، يعني الوالدين ولا أي مظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. وفيك البركة. ولكن أما إذا كان يعني هذه الوصية كي نديروها في ميزان الشريعة، تقول الشريعة لا الوصية بهذا الشكل لا يمكن أن تكون بديلا عن أحكام الميراث، لا يمكن. هذه من جهة. إذا درتها حبوس، هنا نميزوا، إذا درتها حبوس وقف خلاص وبلا بروسيدور جوديسيير، يعني ولا عن طريق الموثق وندارت نهائيا مسجل هذا العقد العقاري، هذا العقار تم توثيقه يعني رسميا، خلاص يبقى وقف. والوقف طبعا أنا لا يباع ولا يشترى ولا يرهن.
يعني هذا جواب للأخت أم موسى، نرفع عنهم إن شاء الله هذا اللبس وهذا الحرج. يعطيك الصحة شيخنا. طيب إلى إلى الحادث الذي جرى بين المتوفى وبين الأخ الذي لم يكن على ملة الإسلام، تقول هل يعتبر قتلا غير عمدي؟ الأخت أم موسى أيضا في موضوع القتل لازم نديروا جملة من الأحكام نصب أعيننا. من هذه الأحكام والقواعد نشوفوا شكون اللي خطأ. سيبورس الكونستا هذاك اللي ندار يعني له وزنه في الشريعة. موش كل ما يتصرى حادث يموت واحد لازم تكون هناك كفارة ودية وإلى آخره. ربي قال في سورة النساء في الآية 92 فيرسي 92 تلقايه روحي لسورة النساء. وسبحان هذه الأحكام جابها ربي في سورة النساء. سبحان الله. اتكلم عن القتل الخطأ في نهاية الآية. ربي يقول ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الله يبارك. طيب الآن شوفوا شكون الظالم، شكون اللي غلط، شكون اللي ارتكب هذا لو كان يعني هذا الشخص اللي سقست عليه هو اللي كان يسوق السيارة وفات واحد وضربه قتله قتل خطأ، هنا نصنفوه ضمن القتل الخطأ، ماهوش قتل عمدي. ولا واحد لم يحترم قانون المرور ولم يتعمد ارتكاب الحادث. كاين اللي يشوف البلاكة فيها 80 هو يدير 120 140 ويدير تجاوز وين ممنوع التجاوز ويضرب طوموبيل، يعني السيارة تدخل فيه سيارة ويصاب ذلك الشخص المضروب فيموت. نقول هنا قتل خطأ. كان الجانب القانوني إجراءات قانونية وكان عقوبات إلى آخره قانونية وكان جانب شرعي. نقول هذا قتل خطأ. والقتل الخطأ هنا عنده صيام شهرين متتابعين. وحاجة ثانية لازم الدية الشرعية يعني طبعا مقدرة يعني منذ أسبوع في قتل خطأ قدرناها ب2 ملاير وشوية باش الناس تفهم هذا الأمر. ماهوش معناتها هذه 20 مليون 40 مليون، لا حاجة كبيرة بزاف. وطبعا احنا نقول هذه الدية ليست قيمة للإنسان. الإنسان اللي مات لو كان تعطي له كاع العائلة نتاعو الذهب نتاع الدنيا يقول لك ما يكفيش أبدا. ولكن هذه هي باش الناس تاخذ الحذر. ماهوش غير كود لاروت اللي كاين في القضية، كاين أيضا الجانب الشرعي باش يأخذ بعين الاعتبار. أما في هذه القصة كما سمعنا هذاك اللي يدخل فيه مادام هو اللي ظلم نجيب حسب المعطيات اللي سمعناها ما عندوش لا دية ولا شيء. نعم بارك الله. طيب شيخنا بالنسبة للقصاص والثأر، أولا أختي الفاضلة ولكم في القصاص حياة. بارك الله فيك. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. علاش قال ربي سبحانه أول حياة وحياة طيبة وحياة السلام والهنا، وثم قال يا أولي الألباب أصحاب العقول الذين يفكرون يعني في نتائج ومآلات تطبيق القصاص من ناحية الشرعية. النظام العقابي في الشريعة الإسلامية يا أختي الفاضلة كاين 3. نعم. كاين ما يسمى بالحدود، كاين ما يسمى بالقصاص، كاين ما يسمى بالتعازير أو التعزيرات. نعم. الحدود الشرعية واضحة في القرآن والسنة. مثلا حد السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. حد شرب الخمر، هذه الحدود المعروفة في حد القذف وهكذا 6 حدود. وكاين النوع الثاني دوزيام كاتيجوري اسمها القصاص. نعم. القصاص ولكم في القصاص حياة. الضارب يضرب، القاتل عمدا يقتل، ولكن لا بد من وقفة. هذه الوقفة أدعوها بعد الحديث عن تعزيرات باختصار. أيوة. التعزيرات وين يكون نص شرعي، يكون هناك نص شرعي يجرم الفعل ولا يبين العقوبات. مثلا الرشوة حرام، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الراشي والمرتشي، في رواية والرائش اللي يمشي بيناتهم. وكان حنا اللي يسميه الدلال الخير. واحد يمد 1,000,000 الواحد رشوة، واحد يمد رشوة والآخر يحكم الرشوة، واللي بيناتهم يسمي روحه دلال الخير هو الرائش. قاع الزريعة هذو في 3 قاع ملعونين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هل بين العقوبة يا أخي أحمد؟ ما بين. هذه جريمة تعزيرية، معنى ولي الأمر أو القاضي الشرعي هو الذي يحدد العقوبة المناسبة لطبيعة الجرم وخطورة المجرم. سيكا باركا. ممكن نسمح لي بلونطون طلب 100,000 نتاع رشوة، والديريكتور طلب 20 مليون نتاع رشوة.
نعاقبهم كيف كي هذاك اللي يخدم في الباب، طبعا مع احترام لكل المهمة، يعني كل مهمة لها قيمتها، وكما المدير اللي عنده وزن وكذا ويطلب 20-30 مليون إلى آخره. القاضي كاين دي سيركونستانس، كاين ظروف يأخذها في الحسبان، وبعدين يقرر العقوبة المناسبة لطبيعة الجريمة ولظروف الجريمة ولطبيعة المجرم. وهذه طبعا مسألة تحتاج إلى مزيد بيان، ولكن الوقت لا يسمح. لذلك نقول لك يا أختي الكريمة، الثأر ليس هو القصاص. القصاص ماشي واحد مثلا اقتل واحد يجي فاميلته يقول نحن نروح نقتلوه، لا، تتحول إلى فوضى عارمة، يولي كل واحد يدير الدولة في راسه، يولي هو القاضي ويحكم كما يحب. وكاين الناس يتمادوا حتى في هذا، يقول قتلت لنا واحد، احنا ما نقتلوش واحد، اللي قتلتوه سي ليكيفالون تاع 7، يقول هذا بزاف غالي عندنا، عنده قيمة بزاف، نقتلوا 7 باش نبردوا قلوبنا، تولي فوضى. لا، القصاص لازم يكون بحكم شرعي، ولازم يكون بقاضي شرعي، ولازم تصدر العقوبة هكذا رسمية وشرعية إلى آخره. ولي الأمر تحت رعاية ولي الأمر باش ما تحولش إلى فوضى. ويقدر ممكن تكون هناك ظروف مخففة، ممكن تكون هناك ظروف معينة، ممكن يكون ليجيتيم ديفونس لحالة الدفاع الشرعي. هذه المسألة تحتاج إلى بيان، ولكن القصاص ليس هو الثأر يا أختي الكريمة. أحسن الله إليك دكتور، شكرا جزيلا. أختنا فاطمة على لسانها من فرنسا كان حديث كثير، ولكن اختصرت سؤالا. يعني عندما أتابع قناة القرآن وتسمع لتلاوة القرآن تكون في اشتغال آخر، وهذا قصدها، يعني تشرب القهوة بمعنى أنها تشتغل بشيء آخر، فهل عليها شيء من هذا الانشغال عن القرآن؟ الله يا أختي فاطمة، ونحييك وبارك الله فيك على مشاعرك تجاه القناة، وربي يحفظك ويحفظ أمثالك ويحفظ الجميع إن شاء الله من كل بلاء. ولكن قل لك يا أختي الكريمة، اتبعي القناة وشوفي الحصص وسمعي القرآن الكريم، انتبهي بقدر الإمكان باش تصنتي. كي تسمعي الآيات يقرأها المقرئ وقل يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تسمعي مثل هذه الآية وراكي تفهميها، راكي تنصتي تتبعي، شربي قهوة ولا كلي سكسو طعام ولا لا عادي، يعني هذا لا يشغلك عن ذلك. لا مانع أنك تتناول، ويمكن تخدمي أيضا. صحيح. المرأة تكون في الكوزين راهي تشتغل تخدم، ولا تخيط ولا مش عارف في الصالون ولا كذا، وتسمع القرآن، ما في حتى حرج إطلاقا، وليس هناك تنافي بين هذا وذاك. أحسن الله إليك شيخنا، شكرا جزيلا. أختنا كريمة من البوليدة بعد وفاة أمها عند 3 أشهر رحمة الله عليها طلبت عدم فتح صندوق، والآن توفيت فتح، فقسموا بالعدل 16 مليون اللي بقات. تقول مات أبوها أيضا وعندهم الطاولة اللي نتاع الخضرة، هذه الطاولة كيفاه نظامها؟ يعني هل يقسمون ما يعود شهريا عليهم بالتساوي أو كيف يفعلون؟ نعم أختي كريمة، بالنسبة للسؤال الأول، طبعا نفذوا الوصية نتاع هماهم الله يرحمها. نعم. كي بعد وفاتها قالك بعد أسبوع فتحوا هذاك الصندوق الكفر هذاك لقوا 16 مليون. طبعا يتقسم وفق الفريضة الشرعية. كي نقول الفريضة الشرعية معنا ربها، وفي الآية الأولى سورة النساء، في سورة النساء نعود إليها ثانية، ربي يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. معناتها مادام 3 أبناء ذكور في سن معنا 6 معناه 12، معناها هذاك 16 مليون يتقسموا على 12، والناتج بالنسبة للذكر مضروب في 2 تطبيقا للآية، بالنسبة للأنثى مضروب في 1. إذن هذه تطبق بالفرض الشرعية عادي، ما كان حتى مشكل، إلا إذا كان فيه تنازل. ممكن حتى الورثة الذكور مثلا يقول احنا معليش هذا المبلغ يقسم على عدد الرؤوس، رانا في 9 المجموع، 3 أبناء و6 بنات مقسوم على 9 بالرضا، على أن يكون الرضا معتبرا. ما يكونش هناك في مكالمة أخي أحمد ولا لا في شيء آخر. تفضل. لا، إذا كان فيه تنازل الله يبارك ما فيش حرج. إلا ما فيش حرج ممكن يكون تنازل يقسموا على عدد الرؤوس، وإلا يكون التقسيم وفق الفريضة الشرعية. بالنسبة للسؤال الثاني، هذه الطاولة نتاع 900,000 تقول كل شهر، أيضا تجري عليها أحكام الشريعة في هذا المجال. معناتها المبلغ هذاك اللي يجي يتقسم على حساب الفريضة. بارك الله فيك. كي الأم أيضا ما نسوش الأم راهي موجودة،
الأم راهي موجودة، يعني هي الزوجة بالنسبة طبعا المتوفى المورث، نعم. ولكن هي تقول أين حقا ماتت، هي الأولى ماتت، فبالتالي تقسم وفق الفريضة الشرعية الذكور والإناث على حسب الآية اللي ذكرناها قبل. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. هو كان مدير القناة قد دخل لهذا، قلت لك شيء آخر. مرحبا بك. طيب دكتور مراد من تلمسان يعني سلم على أحدهم بعد الصلاة قائلا له الله يقبل، فقال له الآخر الله يقبل، هذه بدعة. ما الفرق بين البدعة وما هي البدعة حسب مراد؟ نعم، البدعة في تعريفها الشرعي أمر مستحدث في الدين ما عندوش مثيل. نعم. نعطي المثال، بالمثال يتضح المقال. طيب مثلا يجي إنسان يقول علاش رمضان يجينا في الصيف، لماذا لا نتفق معاشر المسلمين ونديروه في هذا الشهر كما ديسمبر ولا جانفي فيفري، يعني ما شاء الله ما شاء الله نصوموا عادي، ولكن كي يجي في شهر أوت في شهر جويي إلى آخره باتفاق المسلمين نقول هذه بدعة. هنا نجيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. طيب لماذا؟ لأنه أتينا بأمر جديد في الدين مخالف لنصوص قطعية ثبوتا ودلالة. رب سبحانه يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تقول. في آية أخرى قال شهر رمضان الذي أنزل في القرآن. معنى رمضان راه هذا شهر هجري قمري يدور على العام كامل، نصومه في الصيف وفي الربيع وفي الشتاء وكذا. أيضا في الصلاة ممكن إنسان يبتدع صلاة جديدة، يقول لازم تندار الساعة 10 صلاة جديدة، خطر بزاف بين الفجر إلى غاية الظهر يعني مدة طويلة. نخترع أمرا جديدا، هذه البدعة نخترع أمرا جديدا في الدين ونضيفه إلى الدين. العلماء يقسموا البدع في تفاصيل أيضا، كان البدعة التركية والبدعة الإضافية، هذه دخل في البدعة الإضافية. طيب أما تكون بعض الأمور اللي لا تضر الدين لا تنقص منه. أعطيك مثال، ربما هذا لم يطرح ولكن طرح فيما سبق. في بعض مساجدنا كانوا يديروا أخي أحمد هذوك الخيوط، يديروا الخيط باش يسقم الصفوف، وتنوض قيرة بين الشباب كان يقول لك هذا الخيط غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدعة. كي يقطعوه يجيو شباب اخرين يديروا سكوتش لصقة، وكي نحوها كان يدير البانتور من بعد يعني يصبغها تماما، ويديروا معارك لا مبرر لها في المساجد. يا ناس لو كان الإمام يقول مثلا في الدرس يقول باش ربي يقبل صلاتنا لازم نديروا الخيط، هنا نقولوا هذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكن الإمام يقول استووا استقيموا فقط، وهذا الخيط يساعدنا على تحقيق الاستواء والاستقامة صحيح. في الصفوف صحيح. هذه وسائل. لذلك علماؤنا قالوا قاعدة ذهبية في هذا الباب، قال لك الوسائل لا حكم لها والأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد. هذه الكاميرا التي أمامنا يا أخي أحمد هي وسيلة ماتريال تنقل الصورة والصوت وكذا إلى آخره. لا يمكن لعاقل أن يقول هذه الكاميرا لا تجوز، أو هذا المكبر الصوت لا يجوز، أو مكبر الصوت في المساجد لا يجوز. لا، هي وسائل. الأحكام تتعلق بالمقاصد. نقول مكبر الصوت داخل الإذاعة والتلفزيون ينقل الصوت، وداخل المسجد ينقل الصوت، إذن فهي وسيلة. هذه وسائل، وهذا الخيط يساعد على الاستقامة، فهذا أمر جائز باتفاق إطلاقا. هكذا. إذن كي نرجع للموضوع تقبل الله، هذا دعاء ممكن ندعو بالدعاء المأثور. الأدعية المأثورة موجودة في هذا الموضوع في مواضيع أخرى، ولكن إذا كان واحد جاب دعاء من عنده صلى إنسان يقول ربي يتقبل، ادعوني أستجب لكم. أين هو ربي سبحانه في القرآن يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول أيضا في آية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. النبي صلى الله عليه وسلم إذا منع أمرا ثم أتينا خلافه صحيح. أما هل هناك حديث يمنع الدعاء بعد الصلاة؟ ليس هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
تمنعنا من الدعاء عقب الصلوات؟ ما كانش هناك حديث يقول لك ما حذاري واحد منكم يقول تقبل الله. لو كان جاء هذا الأمر نقول سمعا وطاعة يا رسول الله. ما دام ما كانش فبالتالي واحد يقول تقبل الله، هذه ليست بدعة، فلا حرج عليك يا أخي مراد. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. على بركة الله نعود إلى أسئلتكم مشاهدينا الكرام. نعود للأخت يمينة من فرنسا. الأخت يمينة عذرا تأخرنا عليك شوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أخويا أنا عندي بلوزوغ أسئلة. مرحبا. الأول نسأل على عندي ولدي. الله يبارك لك فيه. عندي ولدي كان يخرج مع وحدة، هي باباها جزائري وامها ألمانية، وعاش معها قدام من السنة ودار معها 5 ولاد. ودرك انا في بكري ما قدرتش نفتح له ندير له الفاتحه وندير له الحلال، مي درك كاني درت له الحلال. اسك درك نقول اسك عايش في الحلال ولا كيفاه؟ ايوه طيب واضح. والسؤال الثاني الحاجه؟ داك ما هو انا داك انا مقلقه، قلت بالك ماشي حلال ومازال عايش في اسك الولاد هذو كيفاه اللي خلقوا مع قدام لا يدير الحلال. واضح. نجاوبوك ان شاء الله. اسمح لي انا ما نعرفش نهضر بزاف اللغه العربيه. لا ما شاء الله عليك الحاجه يمينه، عربيتك زينه ياسر. كيفاه هذا وكان وعندي اسئله واحده اخرى. تفضلي الحاجه. وي عندي اسئله واحده اخرى. لما عندي واحده بنت عمي كانت عايشه مع راجل بندا 3 شهور، ومن بعد ذاك دارت الفاتحه ودارت العقد. وحنا سمعنا باللي المراه اللي تخرج مع اللي تكون خارجه تخرج مع راجل وهي هكاك بلا فاتحه، قال لك تعاود تطلق منه 3 شهور و10 ايام ومن بعد تعاود دير الفاتحه ودير العقد. اسكو هذا صح ولا؟ نجاوبوك ان شاء الله. نفهم. نجاوبوك حاجه يمينه. هلا هذا هو السؤال الثاني. هذا هو الاسئله تاعي. مرحبا بك حاجه يمينه، نجاوبوك ان شاء الله. يرحم والديك. بارك الله فيك. شكرا. الى الاخت زكيه العاصمه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام سيده زكيه مرحبا. صح اخويا، حبيت نطرح اسئله الاستاذ تواتي. مرحبا. الله يسلمك دكتور بويزري. حبيت نفهم لك كيفاش نصلي وقول لي ولا هكذا. ايوه. نوض على 5:30 تاع الصباح. ايوه. نصلي قيام الليل حتى 6:10 هكذا. ايوه. ومن بعد نصلي الوتر تاعي ونصلي الفجر. ومن بعد 10 دقائق ومن بعد مع كي يأذن صلاة الصبح نصلي الصبح. قالوا لي الناس ماشي هكذاك، قالوا لي الفجر لازم تستنى حتى الأذان تاع الصبح. ايوه واضح. دونك ما فهمت كيفاش. واضح. فوالا. سؤال ثاني أيوة. كاين القراءة تاع القرآن. اسكو نقدروا اسكو يجوز بلا الوضوء صغير؟ ايوه. نقدر نطرح اسئله واحده اخرى. تفضلي سيده زكي. الحج. مرأة كي يكون عندها 50 سنه في عمرها. ايوه. وتحب تروح للحج بصح الزوج تاعها ما يحبش يروح، بصح يسرح لها يعني قال لها معليش تروحي، صافي ما عندهاش المحرم. ايوه. وكي زعما تدير مع هذوك لي زاجونس وكلش. ايوه. المحرم ولا اسكو يجوز لها كي تروح الحج تاع المتمتع ولا لا؟ ايوه واضح سيدة زكية. فوالا. ايوه صحيت. هذه اسئلتك. هذه هي الاسئله. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك سيدة زكية. مرحبا بك. من السيدة زكية الى السيدة ام رميسة هكذا. سيدة ام رميسة من تيزي وزو. السلام عليكم. سيدة رميسة ام رميسة.
طيب تيزي وزو سيدة أم رميسة فقدناها، لا بأس بذلك. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. مرحبا سيدة أم رميسة. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك خويا، حابة عندي زوج أسئلات. تفضلي. مرحبا سيدة. الأسئلة الأولى، كنت زعفانة شوية مع أختي وحلفت ما نروحش لدارها، قلت لها سي بون، قلت لها لدارها ما نروحش، وقلت لها ما على باليش، ولا قلت أقسم بالله ولا الله والله العظيم. أيوة. ما على باليش كيف حلفت. ومن بعد انايا واش درت، قلت لها قلت سي بون، قلت لها مازال كاع نروح لعندها. ومن بعد العيد الصغيره ما رحتش، ونويت العيد كبير باش ندخل عندها، قلت لها سي بون، قلت لها ربي يسامح ربي غفور رحيم، قلت لها نروح لعندها. ومن بعد تلاقينا في دارنا، سلمت عليها، مي قعدت لي هذيك اسمو كيما رحتش كيما كيف يقولوا كيما كي أقسمتي، كي حلفتي. نعم كي حلفتي. كي حلفت فوالا. أيوة. كي حلفت قعدت لي هكذاك. ايوه. طيب يجاوبك شيخنا السيدة أم رميسة. والسؤال الثاني، انا يا موالفه نصوم الخميس والاثنين، هل نطق نزيد نصوم، ننوي نصوم باغ اكزومبل الخميس للزوج تاعي والاثنين البابا. ايوه. هكاك لي تطوع لغيري. واضح. بارك الله فيك. يعطيك الصحة، الله يعاونكم. شكرا سيدة رميسة، ربي يبارك فيك. شكرا جزيلا. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. إلى أين عمي أكلي؟ أحمد فرنسا. مرحبا بالسي أحمد. أحمد مرحبا. أحمد فرنسا مرحبا. أحمد. الو السلام عليكم. وعليكم. هيا الزوجة ديالي غادي تهضر معكم. اي مرحبا أحمد، مرحبا بك أنت السلام والزوج. عليكم. سلام ورحمة الله سي أحمد. نعم. مرحبا بك أنت والزوجة سي أحمد. هاي. السلام عليكم. سلام مدام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام مدام. مرحبا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. تفضلي مدام. يرحم الوالدين، بغيت نسول الشيخ، كنت هنا في فرنسا، دخلت للسبيطار وزادوا لي الدم. ايوه. واش حلال ولا حرام؟ داروا راك تسمع فيا؟ ايوه. وكنت قضيت النهارات نتاع سيدنا رمضان وما عنديش باش نخرج. نعم. ايوه. صافي سمعتني؟ سمعتك الحاجة، سمعتك. ايه بارك الله فيك، الله يغفر الوالدين، الله يكثر من مثالكم ان شاء الله. صحيتي يا الحاجة، هذا مكان. هذه القناة عزيزة عليا، دائما نتفرج لكم دائما. والله غير حتى انتم عزازة الحاجة. صحيتي. بارك الله فيك. ودعي معايا. ايوه. الله يبارك فيك، يعطيك الصحة يا الحاجة. بارك الله فيك. شكرا الحاجة أم سي أحمد أو زوجة سي أحمد من فرنسا. أهلا بكم جميعا. هلا سهلا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. على بركة الله نجيب الأسئلة. نبدأ من السيدة يمين شيخنا سعيد، والأمر الحق فيه يشغل كثير من خاوتنا في فرنسا اللي ربوا أولادهم ضمن الثقافة الغربية الفرنسية بشروطها المعروفة يعني. والحقيقة هذا الذي يحدث، تقول ولدي نتج عن هذه العلاقة بينه وبين هذه المرأة 5 أولاد، وسعت سعيا حثيثا ليكون موثقا بزواج شرعي، ووفقها الله إلى ذلك، لكن لا زال القلق يعتريها حول هذه العلاقة أولا والأولاد الذين نتجوا عن هذه العلاقة. تفضل. الأخت يمينة، أولا الشريعة الإسلامية لا تعترف بالنسب خارج نطاق الزواج، بمعنى الزواج من نتائجه من مقاصده الإنجاب. فإذا كان راجل زوج مع المرأة بالحلال بالفاتحة بالعقد الشرعي بالعقد، الله يبارك، الأولاد اللي ينتجوا هؤلاء أولاد شرعيون.
لهم الحقوق نتاعهم الشرعية والقانونية كاملة. أما الأولاد اللي ناتجين عن علاقة غير شرعية ما همش أولاد شرعيين. هي الحقيقة مرة، الحقيقة مرة، ولكن لا بد أن تقال. حقيقة مرة. إذا كنا نتكلموا على دروا اللوم حقوق الإنسان، أليس من حقوق الإنسان حقه في النسب؟ بلى، حقه في النسب، بل كما يقول العارفون والعقلاء ممكن الإنسان يستغني عن بعض الحقوق، يقول لك معليش ضاع لي حق من الحقوق، ولكن أن يضيع مني حق النسب في لافيلياسيون، يعني نضيفة نسب صحيح إلى آخره، فهذا أمر صعب جدا. لذلك جاءت أحكام الشريعة الإسلامية بسياج منيع، بسياج منيع تحصن النسب وتجعله صافيا. كل ما يعني يدفع أو يؤدي إلى اختلاط الأنساب وإلى ضياع الأنساب حرمته الشريعة. من هنا جاءت تحريم التبني الأدوبسيون. ولكن كل ما يحافظ على صفاء الأنساب ونقاء الأنساب نصت عليه الشريعة الإسلامية. ذاك يا أختي يمينة إن شاء الله ربي يهدي الجميع. نقول لك 5 أولاد اللي ناتجين بطريقة غير شرعية ما همش أولاد شرعيين. أنا عارف القانون المدني الفرنسي، الكود سيفيل الفرنسي، عارفه قريته وكذا، على بالك كان يسمى الأبوة البيولوجية وكذا وكذا، ما يسمحناش برك الوقت وإلا سأتحدث في هذا الموضوع، وربما في وقت آخر يا أخي حمد نعطيه بعض المعلومات باش يفهموا الناس واش صاير ثم من الناحية القانونية. طيب، ولكن هو لا بأس شيخنا حقيقة. أنا أيضا من متابعيك في برنامج والصلح خير، لا بأس أن الصلح خير قد يتسع لهذا المجال. هو برنامج مباشر كل يوم ثلاثاء بدءا من الساعة 9 على قناة القرآن الكريم. الحقيقة أنا أتمنى أن تفصلوا في هذه الحلقة، لأنه ينتج عن قلق كبير لدى جاليتنا المسلمة في فرنسا ضمن نطاق ثقافي فرنسي متين عنده سنوات، فمن ثم التوضيح جزاكم الله خيرا أن يكون عنده أثر مدوي. إن شاء الله اقتراح الأخ أحمد يؤخذ بعين الاعتبار إن شاء الله، وتخصص حلقة أو أكثر لهذا الموضوع إن شاء الله. إذن بالنسبة بعد ما داروا الحلال، بعد ما داروا الفاتحة، احنا ما نقولوش لهذه المرأة لازم يطلقها يبعد عليها، لا خلاص كانوا في الحرام، ولكن بعد ما داروا الفاتحة أو داروا العقد الشرعي ما ينتج بعد ذلك من أولاد فهم أولاد شرعيين، ليس في ذلك شك. إذا كانت تحتاج تفاصيل أكثر ممكن تراسلنا إن شاء الله ونعطي لها معلومات أكثر دقة. شكرا الحاجة يمينة. طيب، سألت أيضا عن بنت عمها كانت عايشة مع رجل 3 أشهر في علاقة، لكن حدث أن صححوا الوضع عقدوا فاتحة، وجاء من قال لهم لا يجوز عليه أن يطلقها، ثم بعد 3 أشهر يعني عدة، أعتقد شيء يشبه العدة عليه بعد ذلك أن يتزوجها. ما موقع هذا الكلام من الشرع؟ هو يا الأخت يمينة، أولا نفس الجواب تقريبا بالنسبة للسؤال الأول، هناك تشابه بين الأمرين، ربي يهدي الجميع إن شاء الله. ولكن أول ما كانش حاجة عدة تحت 3 شهور 10 أيام، لا كان 4 شهور 10 أيام بالنسبة للوفاة، عدة الوفاة. أما العدة الشرعية الأخرى عدة الأقراء وعدة القروء، هذه 3 قروء يعني ما يعادل تقريبا 3 شهور، واليائس من الحيض عندها 3 أشهر. هذه هي أحكام أنواع العدة في الشريعة الإسلامية. يبقى اللي قال يطلق، واش يطلق؟ هو ماشي مزوجها باش يطلقها، يعني هما عايشين في الحرام طريقة غير شرعية. هو يبدو لي شيخنا فيه معاني براءة الرحم. هو هذا هو يفارقها. استخدام المصطلح، أنا قصدت هذا باش واحد يقول يطلق، ما كانش هناك زواج باش يطلق، يفارقها. نعم، كل واحد يبقى وحده حتى يعني براءة الرحم وكذا تحيض إلى آخره. نعم، هذا أمر موجود. ثم يتزوجها من جديد بعدما تطهر، يتزوجها من جديد، يتزوجها بعقد شرعي. ولكن هم داروا الفاتحة والعقد شيخنا الآن. خلاص لو كده داروا الفاتحة، داروا بهذا الشكل،
وإن نفضل أن يعيد الفاتحة ذلك أفضل. أيوة. أنا بودي يا أخي أحمد هذه المسائل مادام تحتاج إلى باش نبقى معها في سؤال وجواب، نفضل إذا كان ممكن راهي تسمع فينا الآن إن شاء الله تعالى تبعث لنا رسالة أو تبعث هاتفها ونتصلوا بها هاتفيا، وهكذا نصنع مع الكثير من الناس نتصل بهم هاتفيا، نأخذ المعطيات لي دوني نسمعوها سوا ونعطيو لها الجواب. إذا كان شفوي يحتاج مكتوب وهكذا تبرئة للذمة وإقامة الحجة. بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. هذه الأخت زكية من العاصمة، يعني ما شاء الله عندها برنامج رائع فيه النهوض، قيام الليل، تصلي الوتر، ولكن هناك هي تصلي الفجر مع الأذان الأول. هناك من صحح لها قال صلاة الفجر بعد صلاة الصبح ثم صلاة الفريضة. نعم. شوفي يا أختي، أولا ربي يقويك، يعني هذا البرنامج الرائع الممتاز، إن شاء الله تنسانيش بدعواتك فقط، ما تنسيناش وما تنسيش جميع المسلمين إن شاء الله. تقومي الليل ربي يتقبل إن شاء الله إلى غاية الأذان الأول. فإذا كان إلى غاية الأذان الأول عادي، هذا كله قيام الليل وربي يتقبل إن شاء الله. وتصلي الوتر في هذا الوقت جائز، ما فيش حتى حرج. حتى بعد ذلك يعني مادام نجاوبوها فقط عن سؤالها، لأن الوقت لا يسقط الآن مازالوا، تصلي الوتر عادي كما راهي دارت سوا. فقط بالنسبة لرغيبة الفجر اللي هي السنة هذيك حنسموها في الملكة الرغيبة، رغيبة الفجر، وكذلك لصلاة الصبح هذه بعد الأذان الثاني، لأنه هناك مساجد يديروا أذانان. وين يديروا الأذانان هذا الكلام ينصرف إليهم. الأذان الأول هذاك باش الناس تنوض وكذا وتروح تتوضا وتهيئ للصلاة، ولكن صلاة الفجر، صلاة الفريضة، صلاة الصبح بعد الأذان الثاني. ولكن فيه بعض المساجد ما يديروا أذان واحد، يعني بدخول الفجر يأذنوا أذان واحد. إذن فالجواب بهذا التفصيل، إذا كان في المسجد اللي يديروا أذانين، الأذان الأول ثم صلي الوتر نتاعك عادي، راكي درتي قيام وجعلي آخر قيامك صلاة الوتر الله يبارك، ثم انتظري ربما 3 4 5 دقائق لا أدري، كي تسمعي الأذان الثاني هذاك الذي يعلن دخول وقت صلاة الصبح أو صلاة الفجر. يوصل الفجر هي الصبح في الحقيقة، فقط الناس يعني عرفا ميزوها، يقول لك صليت الفجر دروك صليت الصبح. ممكن يقول لك صلاة الفجر هذاك هو يعني فريضة، ولكن ميزو بيت نقول هذيك الصلاة الركعتين الأولين هذوك الرغيبة ولا السنة، وليس شرطا باش تزيد 10 دقائق كما تقول، لا، تسمعي الأذان الثاني كي يكمل الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الدعاء، وبعدين صلي الرغيبة ركعتين تاع الفجر تاع السنة، مباشرة تقدري تصلي صلاة الصبح. قد يقول قال احنا في المساجد انتظروا 20 دقيقة ولا نصف ساعة، نقول طبعا هذا في المساجد. لماذا؟ لأن الإمام باش يعطي فرصة للناس اللي ساكن يعني بجوار المسجد باش يلحقوا صلاة الجماعة، ليس إلا. ولكن إذا كان الإنسان في داره لا ينتظر شخصا باش ينوض ولا شيء من هذا القبيل، اسمع الأذان الثاني، تصلي الفجر اللي هي الرغيبة السنة، وزيد الصبح مباشرة، ولا حرج في ذلك، ونسأل الله القبول. أمين يا رب العالمين. شيخنا السعيد تسأل عن قراءة القرآن دون الوضوء الأصغر. إذا كان تقريه بالمصحف، لا، في المصحف الأفضل تقريه بالمصحف يعني مباشرة، يعني تقريه وأنت على وضوء الأصغر، وضوء الأكبر وضوء الأصغر. إلا بالنسبة للمعلم اللي يعلم القرآن الكريم كان على وضوء، خسر له الوضوء يرفض المصحف، لا، ليس في ذلك حرج بسبب التعليم. أما تقرأين القرآن مما تحفظين من دماغك ما كان حتى حرج، اقرأي القرآن الكريم حتى كي تكوني بغير وضوء أصغر، اقرأي القرآن وليس في ذلك حرج. بارك الله فيك. حجت أو ستحج بيت الله سبحانه وتعالى، زوجها يأذن لها ولكن مع كما تقول مع الوكالات، فهل يمكن أن تحج حجا متمتعا؟ نعم. الذي نفتي به يا أختي الفاضلة الآتي، نقول إذا كان مشى زوجك معك ذلك أحسن، إن شاء الله ربي يسر له ويمشي معك ذلك أفضل، يكون معك محرم وأنت تفوزي بحجة وهو يفوز بحجة. ولكن إذا امتنع لسبب من الأسباب وآذن لك، قال لك سمحت لك روحي، رخصت لك روحي، ما عندك حتى حرج، تروحي مع رفقة مؤمنة. الرفقة الآمنة تحقق الغرض،
نأكد على هذا الأمر جدا، خاطر بعض النساء يتحرجوا من هذا الباب. زوجها قال لها روحي يا المرأة ما حبيتش نحج، هو حر، نسأل الله باش ربي يهديه ويحبب له باش يروح يحج، ولكن يقول لك روحي تروحي مع الوكالة، كان هناك إجراءات قانونية، كان هناك تأشيرة، كان هناك لاباب شرطة الحدود، كان هناك اتفاقيات دولية ترعى كل هذا الشيء، كان رفقة مأمونة، كان رفقة مأمونة تربعي مع مجموعة النساء، والنساء ذوك اللي عندهم المحارم وكذا، ما كان حتى حرج. أعلم علم اليقين هناك رأي اللي يقول لك لا يجوز، لا يجوز، ما كانش محرم ما تروحيش. ولكن يا أختي الكريمة، حجة الإسلام هذه حجة الإسلام، هذه حجة الإسلام، ماهوش حجة التطوع. ثم الأمر الثاني أنه إذا كان في خلاف فقهي، كاين رأي يقول بعدم الجواز، وكان هناك رأي يقول بالجواز، والرأي الذي نقول به بالجواز مؤسس مؤصل مدعم أيضا بأدلة، فأين الحرج؟ وباش تطمئن أكثر نقول واحد القاعدة فقهية رائعة تقول لا إنكار في مسائل الخلاف. يعني كي تكون هناك مسائل خلافية في الفقه وأفتيناك برأي معين وخذيتي به واطمأن قلبك إليه فالحرج مرفوع. اتفاق العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. بارك الله فيك شيخنا، ربي يجزيك بالخير. طيب، إلى السيدة أم رميسة امتياز يوزو، والله تريد أن تصلح الذي بينها وبين أختها، لكن حلوفها أو قسمها يظهر بين الفينة والأخرى. والله يا أختي أم رميسة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الحل، قال كي تحلفوا على حاجة وبعد شفتوا الخير في خلاف ذلك كفروا عن اليمين وديروا هذاك الشيء اللي فيه الخير والسلام. أخي أحمد عطيلي، بعد أقل من دقيقة واحدة يمين اتصلت نبيلة من عين بنيان وعدناها تصل قبل الحصة، نكمل ونجيب. بارك الله فيك، فقط يعني باش تعطي لي حيز. يعني الله ينورك. أم رميسان نقول لك ربي حفظك، أنت حلفتي كفري عن يمينك. أيوة. يعني طعمي 10 أيام، 10 مساكين. أيوة. إلا ما قدرتيش ما عندكش صومي 3 أيام متفرقات ومتتابعات. الله يبارك. ديري إطعام 10 أيام، 10 مساكين، 10 فقراء ب10، ماشي واحد 10 أيام، لا ماشي واحد 10 أيام، 10 فقراء. ربي قال في سورة المائدة الآية 89، روحي تلقيها 89 الآية 89 من سورة المائدة هكذا. إطعام 10 مساكين وتكفري عن يمينك وروحي لأختك ودير صلة الرحم. الله يبارك بيناتكم وربي يحفظكم ويقوي العلاقة بيناتكم. هي من كثرة الخير الله يبارك تصوم الخميس والجمعة والخميس والاثنين، فكرت أن تصوم تطوعا لزوجها ولأبيها، ما قولكم في ذلك؟ لا باباك وزوجك دعي لهم دعوة الخير وربي يتقبل وتصدقي على أرواحهم إن شاء الله ربي يتقبل إلى آخره. أما بالنسبة للصيام فما تصوميش لزوجك ولا لبابك. بارك الله. إلا إذا كان قضاء في تفاصيل ما حبيتش. الله يبارك. لما بقاش كثير من الوقت، الحاجة زوجة السيد أحمد من فرنسا كانت في المستشفى وأضيف لها دم يعني في فخافت، قالت هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ يجوز يا زوجة الأخ أحمد. أيوة. يجوز، راكي في مستشفى في فرنسا ولا في هولندا ولا في الجزائر ولا في أي مكان ومرضتي وداروا لك الدم اللي يناسب طبعا الدم نتاعك حسب الزمرة الدموية وهكذا إلى آخره اللي يناسبك، فما عندك حتى حرج. رمضان لم يكن لديها ما أي لما عندكش تروحي طبعا إلا ما تقدرش تقضي. أيوة. وما تقدرش تفدي. فربي سبحانه غفور رحيم. الله يبارك. هذا ما كان. الله يخليك. النبي صلى الله عليه وسلم، معليش إذا كان خاص لم يبقى دقيقة برك شيخنا. طيب بما لا تسمحي لي، هذا واش الجواب يعني بالنسبة لك يا الأخت زوجة أخي أحمد. بالنسبة للأخت نبيلة من عين بنيان، سؤالها تقول أنا حجيت وأنا حريصة باش نحافظ على الحج نتاعي، وكي عرضوها للأعراس العائلة اللي جاو لها فرحوها وكذا وما كانش اختلاط وما كانش هناك منكرات بدعوى المحافظة على الحج، لا تروحي يا أختي ليس في ذلك حرج. تروحي ما دام ما كانش هناك منكرات، وطلب الدعاء لأولادها بالهداية والذرية الصالحة، ربي يرزقهم بالذرية الصالحة وبالهداية. شكرا جزيلا شيخنا السعيد وبارك الله فيك. شكرا لكم وفي البرنامج، نلتقي غدا بحول الله. السلام عليكم.